أيها الأخوة، لقد جاء حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على حضور حفل تنصيب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، تأكيدا على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الكويت للقيادة الجديدة في مصر، ودعما لها ولمواقفها ورؤاها الوطنية والقومية من أجل استعادة مصر الشقيقة لدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي لصالح الأمة العربية جمعاء. في هذه اللحظة المباركة يصافح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ضيف الكويت الكبير صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لزيارته لدولة الكويت. يصافح رئيس مجلس الأمة ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ علي الجراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وكبار الشخصيات وكبار موظفي الدولة. أيها الأخوة، إن تاريخ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مليء بالتضحيات من أجل الشعب المصري الشقيق، والذي انعكست على قيادة فخامته للمشهد المصري إبان ثورة 30 من يونيو، فانحاز إلى خيارات الشعب المصري الشقيق، فكافأه الشعب بالالتفاف حوله واحتضان وطنيته التي ظهرت جليا في انتخابه رئيسا لمصر بنتيجة كاسحة لم يحصل عليها رئيس في التاريخ الحديث، سواء من ناحية المقترعين أو من ناحية النتيجة النهائية للانتخابات التي راقبها العالم أجمع وشهد بنزاهتها وشفافيتها. يصطحب حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه صاحب الفخامة الضيف الكريم إلى حيث يؤدي حرس الشرف التحية وتعزف بعد قليل موسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية الشقيقة والسلام الوطني لدولة الكويت. لم يكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مجرد حامل لرتبة المشير العسكرية، لكنه يحمل تاريخا من العلوم والإنجازات العسكرية والوطنية في كافة المجالات، فقد حصل
وبعد أن أدى حرس الشرف التحية وعزف موسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية الشقيقة والسلام الوطني لدولة الكويت، يتجه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب الفخامة الضيف الكريم وكبار مرافقيهما إلى قاعة التشريفات الأميرية بالمطار الأميري. أيها السيدات والسادة، لم يكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية الشقيقة بمجرد حامل لرتبة المشير العسكرية، لكنه يحمل تاريخا من العلوم والإنجازات العسكرية والوطنية في كافة المجالات. فقد حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1977، كما حصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1900، كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006. أيها الأخوة، إن الترحيب الرسمي والشعبي الكويتي بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت يؤكد بلا شك ما يكنه الكويتيون قيادة وشعبا من محبة وتقدير لمصر قيادة وشعبا، فالأنظار متجهة إلى تلك الزيارة الميمونة، والقلوب تلهث بالدعاء للزعيمين الكبيرين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أن يوفقهما الله وأن يسدد خطاهما لكل ما من شأنه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة والأخطار المحدقة بالمنطقة العربية. أيها الأخوة، ملفات عديدة وقضايا معقدة سيتناولها لقاء القمة بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وضيفه الكبير فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لكن توافق الرؤى وتطابق المواقف تظل العنوان الأبرز والوحيد لهذا اللقاء الهام الذي يجمع بين رئيس القمة العربية الحالية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ورئيس القمة العربية المقبلة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لكن قمة اليوم بينهما لها مذاق خاص على ترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وكذلك تجاه توحيد الصف العربي وسبل مواجهة التحديات المحدقة بالأمة العربية. منذ عشرينيات القرن الماضي احتضنت المكتبات الأهلية في الكويت الكتب المصرية التي كان لها الأثر الكبير في تنمية المشهد الثقافي والفكري الكويتي منذ بداية نهضة الكويت الثقافية، الذين ساهموا في بناء الشخصية الثقافية منذ بداية الأربعينيات القرن الماضي. وكانت البعثات الدراسية الكويتية إلى مصر في ذلك الوقت تمثل حلما لكل كويتي
يرغب في بناء الكويت الحديثة متسلحا بالعلوم والفنون والآداب المصرية. لقد كانت العلاقات الكويتية المصرية ولا تزال نموذجا يحتذى به بين الأشقاء كنتيجة مباشرة للرؤية الاستشرافية الصادقة لقيادة البلدين على مر العصور والعهود، والتي انعكست بشكل مباشر على التفاعل الإيجابي بين الشعبين الشقيقين. وفي هذه اللحظة يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وضيف الكويت الكبير صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وزيارته لدولة الكويت قاعة الاستقبال في المطار الأميري، حيث يتحرك بعد قليل إن شاء الله موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب الفخامة الضيف الكريم من المطار الأميري إلى قصر بيان. الموكب يتحرك بعد قليل إن شاء الله، والذي يقل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب الفخامة الضيف الكريم من المطار الأميري إلى قصر بيان. حيث ستبدأ إن شاء الله في الساعة 7 مساء المباحثات الرسمية بين حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب الفخامة الضيف الكريم بحضور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله بقصر بيان. وستقام مأدبة عشاء رسمية يقيمها إن شاء الله حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه على شرف صاحب الفخامة الضيف الكريم بقصر بيان. الموكب الرسمي والذي يقل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وصاحب الفخامة الضيف الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة،
وزيارته لدولة الكويت من 5 وحتى 6 من يناير عام 2015.